تاريخيا بتأهل كبير ومستحق في صدارة لهذه المجموعة ب7 نقاط من تعادل مع منتخب كرواتيا، ثم من انتصار على منتخب بلجيكا، وختاما بانتصار ثان على منتخب كندا. دعونا نستمع الآن إلى قائد السفينة المغربية في كأس العالم، إلى ركراكي مدرب المنتخب المغربي المواطن الذي جاء ليقود المنتخب المغربي إلى هذا الإنجاز التاريخي. كوتش ألف مبروك، شنو إحساسك وأنت واحد من الفعالين في هذه الفرحة ديال الملايين ديال المغاربة اليوم؟ وشوف اش غنقول لك، الضغط اللي كان عندنا كتلعب مع فرقه اللي ما خسرها والو، وحنا خاسرين كل شيء، ولا ما كناش ربحنا اليوم بحال اللي غندوزو فرقه عاديه، سورتو مع الماتش اللي درنا مع بلجيكا. درنا تري بون بروميير ميطون، باغ كونت لا دوزيام ميطون ما كانش عندنا لينيرجي باش نمشيو نبريسيو باش نخليو الكره عندنا. اي ابخي اون سي باتو، دابزنا مع الروح ديالنا مع القلب ديالنا، والدراري اللي دخلوا والدراري اللي تقاتلوا فرحوا الشعب المغربي. اللي مهم هي دوزنا 7 نقاط، سي اكستراوردينير. الاول دو الجروب دابا غنشوفوا مع شكون غنطيحوا، دابا خصنا اليوم نفرحوا وغدا نرجعوا للخدمه ان شاء الله. واش كتفكر من الان مع من غادي تلعبوا؟ لا ما كنفكروا المانيا، لا ما نفكروا في والو. اللي كنفكروا هي نرتاحوا بالزربه. عندنا الدراري ملي كتشوف حكيمي اليوم العام بليسي، سايس العام بليسي، مرازراوي، الدراري كيتقاتلوا، وهذا الشيء اللي كانوا باغيين الشعب المغربي يشوفوا فرقه اللي كتموت على بلادها. والحمد لله الحمد لله. بارك الله فيك، شكرا. استمعنا لوليد ركراكي مدرب المنتخب المغربي تحدثا بعد هذه المباراة. بينما نشاهد معكم لقطات على الهواء مباشرة من المنطقة المحيطة باستاد الثمامة الذي كتب فيه منتخب المغرب التاريخ من أوسع أبوابه بتأهل مستحق ب7 نقاط بصدارة في مجموعة ضمت كرواتيا، ضمت بلجيكا، وضمت كذلك كندا. يوسف ركراكي تحدث عن القتال، أشاد باللاعبين، أشاد بالروح، وحتى في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة قال نحن مستعدون للموت من أجل التأهل في صدارة هذه المجموعة، وهذا ما حدث. صحيح محمد، عندي فقط نقطة قبل أجيب على السؤال. أول شيء أود الشكر الجزيل لأمير دولة قطر الشيخ تميم وعلى الشيخ جاسم وكل العائلة لمساندته وتشجيعها ليس فقط للمنتخب المغرب ولكن لكل المنتخبات العربية. دائما موجودين في كل لقاءات المنتخبات العربية، تحس أنهم عايشين مع من البلدان هذه، وهذا الحمد لله نشكره على شكر كثير على هذه المساندة وعلى التشجيع. بالنسبة للوليد ركراكي صحيح أنه قال أنه اليوم المباراة كانت صعبة، يلعب مع منافس ربما ليس لديه أي شيء يخسره. الشوط الأول كان مميز، قدم المنتخب أداء كبير على المستوى البدني. دولة قطر هنا فرحته بهدف المغرب، وقد حضر من معزل تشجيع كل المنتخبات العربية. كل المنتخبات العربية محمد، وهذا شيء يعني يشكر عليه منذ بداية البطولة إلا وكل المباريات، ليس نتكلمش على منتخب المغرب ولكن حتى مع السعودية، مع تونس، كل موجود. وكان مباراة مع أبنائه، وفي هذه رسالة لأبنائه ولبقية الشعوب العربية بأهمية التكاتف والتعاضد وأن يكونوا دائما قلب واحد. صحيح. وكما قلت لا يوجد أجمل وأفضل من كرة قدم لجمع الشعوب. أكيد وهذه قوة، وهذا هو سحر كرة القدم، ولا شيء ممكن يجمع، لا سياسة ولا شيء إلا كرة القدم والرياضة بصفة عامة، وهذا شيء مميز. بالنسبة لي لعب المباراة الشوط الأول شوط رائع، شوط ربما تكتيكي، لعب ضغط غالي، حصل على فرص، سجل هدفين. من ثم شاهدنا الشوط الثاني ربما توقيت الهدف اللي جاء فيه الهدف الاول للمنتخب الكندي، بدا بعد الخوف خصوصا مع بدايه الشوط الثاني. العياء، انا قلت ترد انه المنتخب ربما مع المباراتين النسق اللي لعب بهم نفس التشكيل تقريبا، كان هناك العياء، لم يكن هناك انرجي باش يلعب المباراه بنفس المستوى واحيانا الشعور بالحرص موجود في الرياضه. اكيد لانه صعب انك تلعب، مستحيل تلعب بنفس الاسلوب او بنفس الريتم او بنفس النسق طيله المباراه. هناك في الدار البيضاء في المغرب، صحيح في المغرب هناك فرحه كبيره في المغرب، واظن انه كما قلت الفوز وتاهل وصداره مستحقه تعطينا ثقه وتعطينا امل. ننتظر الان، هي كما قال اليوم يفرح اللاعبين ويفرح الجمهور ويفرح الكل، لكن منذ الغد سوف يبدأ التفكير في المباريات المقبلة والمباراة الثمن النهائي. لا ننسى خروج المغلوب، ننتظر مع من سنواجه. هناك مدة قليلة فقط محمد لاسترجاعة الطراوة، استرجاعة اللياقة،
اعداد لاعبين مصابين ربما، والتهيئ بشكل افضل للمباراه. كما قلت الهدف تحقق وهو الوصول الى مع كما قلت دائما يكون عندنا شجاعه ويكون عندنا تفكير ان نحاول ان نذهب بعيدا في هذه المنافسه. كل شيء ممكن في كره القدم. الآن نستمع لزياش متحدثا بعد نهاية هذه المباراة وبعد تأهل المنتخب المغربي كبطل لمجموعته السادسة. حاولت بالتأكيد أن لا تقدم المقابلة منذ قليل. أخبرني الآن، أنت سعيد، ماذا عن هذه اللحظة؟ أنتم في صدارة المجموعة، ما هو الإحساس كلاعب ومجموعة؟ فخور فخور. نحن حاربنا في كل لحظة على أرضية الميدان في هذه المباراة وكتبنا التاريخ اليوم، وأظن بأن الجميع في غرفة تغيير الملابس وحول العالم يدركون ذلك ويمكن أن يكونوا فخورين. سجلت الهدف الأول، ما هو الإحساس؟ رائع رائع، إحساس رائع. الهدف الأول إحساس رائع. وهذا ماذا يعني هذا بالنسبة لكم وبالنسبة للمنطقة بصفة عامة؟ لأنني رأيت الجماهير اليوم، هذا رائع، هذا أمر جنوني بكل بساطة. بالنسبة لنا كلاعبين نعرف أنه عندما يلعب المنتخب المغربي الأجواء دائما ما تكون هكذا، ونعرف هذا الأمر ونعرف جماهيرنا، ولكن إحساس رائع، ولهذا نلعب كرة القدم. حظا سعيدا للمستقبل وتهانينا للدور القادم. شكرا لك. استمعنا لحكيم زياش الذي قدم مباراة كبيرة. دعونا ننتقل إلى أرضية الملعب مع إبراهيم خضر. إبراهيم تفضل لك الكلام. شكرا لك محمد. في مباراة بلجيكا قلنا مبروك علينا هذه البداية، ما زال ويبدو أنه بالفعل ما زال لدى المغرب، وهذا ما نشاهده وما لاحظناه اليوم. مازال خير، تأهل، ليس فقط تأهل بل تأهل وصدارة. كابتن عزيز بن ليج في هذه الأجواء، في هذه الاحتفالية الكبيرة، وكرة الرحلة تتكلم عربي اليوم أخيرا. الصراحة ألف مبروك للشعب المغربي ولكل الجمهور المغربي، للاعبين، لملك البلاد محمد السادس نصر الله. الشكر أيضا للشيخ تميم والشيخ جاسم والشيخ جوعان وكل العائلة الحاكمة لمؤازرتهم، وللشعب القطري أيضا والشعب العربي لهذا المؤازرة الكبيرة للمنتخب المغربي. أظن بأنه كان تأهل مستحق. كنا ننتظر مباراة صعبة. السيناريو المثالي هو اللي تحقق في بدايه المباراه، تسجيل هدفين اعطى اكثر اريحيه للمنتخب المغربي، لكن تسجيل الهدف قبل نهايه الشوط ازم شيئا ما من وضعيه المنتخب المغربي، لانه جاء في وقت، لان الشوط الثاني كان المنتخب الكندي افضل بدنيا، لكن بالروح، بالاستماته، بالقتاليه، بالرجوله، بالاراده الكبيره استطاع المنتخب المغربي والعناصر المنتخب المغربي انهم يحافظوا على التقدم ويهدوا هذا الانتصار الرائع، ليس للمغرب فقط، لمونديال قطر باجمعين، لان هذه فرحه المونديال القطري.